ألا قوليلي، هو انت ازاي في اولى كلية وبتجري بالسرعة الرهيبة دي؟ يبقى انت اكيد ما سمعتش عن الكوبري والنسر والصقر. يا ابني ده احنا كنا بنتدرب من واحنا عندنا 6 سنين، ودول يعني 15 لفة، يعني حاجة بسيطة قوي بالنسبة لينا. وهو انت لسه شفت حاجة؟ طب كويس. امال مين بقى اللي كان بيدربكم على كده؟ احمد، ابن عمي واخو ليان، هو اللي كان بيدربنا من واحنا صغيرين. وكل حاجة كان بيدربها لنا كنا بنروح نلعبها وننفذها مع هديل. وفضل الحال كده لغاية ما حققنا حلمنا ودخلنا الكلية اللي احنا عاوزينها وبنحلم بيها، وهنفضل مستمرين فيها ان شاء الله. وبعد ما خلصوا جري، احمد خد مكة وليان وهديل وركبهم معاه العربية، وصل كل واحدة على بيتها واطمن ان هي روحت. وبعدين خد ليان وروحوا بيتهم هما كمان. كل واحدة لما دخلت بيتها قعدت حكت لمامتها على تفاصيل يومها زي ما هما متعودين كل يوم يعملوا. وبعدين قاموا كملوا بقية يومهم واتغدوا وغسلوا مواعينهم. كل واحدة قعدت على السرير ما حستش بنفسها ونامت على طول من كتر التعب والتدريبات اللي هم عملوها. وظبطوا المنبهات وصحيوا قبل 5 الفجر. قاموا بسرعة رهيبة، وصلوا الجامعة قبل الساعة 6 الصبح وطلعوا على السطح، لبسوا ملابس التدريب بتاعتهم وقعدوا فوق يتدربوا لغاية ما باقي الكتيبة بتاعتهم جت الساعة 6. وباقي الكتيبة لاحظ ان البنات واقفين فوق السطح. سطح المبنى كان طوله حوالي 300 متر، يعني نطة منهم موتة. زمايلهم في الجامعة لما شافوهم بصولهم بكل برود، لان هما متعودين منهم على جيرانهم وعارفين مكة وجيرانها وبتعمل ايه. لكن ال3 ظباط ما كانوش متعودين على كده. احمد خاف عليهم، مسك مكبر الصوت وبدأ يقول لهم في قلب المكبر عشان يسمعوه: انزلي يا بنت انت وهي، انت يا مكة، انا عارفك يا مجنونة، انت اللي خليتي البنات يعملوا كده، انزلي منك ليها. يا مكة انت جننتي ليان معاكي يا مكة، حرام عليكم. بدأ احمد يتكلم في الميكروفون كتير عشان يسمعوه، لكن البنات كانوا بيطلعوا الكلام من هنا ويطلعوا من الناحية التانية، وكانوا عمالين بيضحكوا. واحمد والظباط مش فاهمين هما كانوا بيضحكوا على ايه اصلا. وفجأة وبدون مقدمات البنات نطوا من على السطح هما ال3 مع بعض. نطوا هما فاتحين المظلة وقعدوا يصوتوا، وكان واضح عليهم ان هما خايفين، لكن مكملين في اللي بيعملوه عادي جدا. هديل وهي بتصوت كانت بتقول: ابعد، ابعد يا كلب البحر يا اللي اسمك تامر، اوعى يا واد من فوقيه هنط على دماغك يخرب بيتك، وسع يا واد يا تامر. والياني وهي متعلقة على الشجرة: حد ينزلني، حد ينزلني، حرام عليكم، متعلقة هموت متعلقة. اما مكة بقى فكانت بتصوت وتقول يا ماما. وفجأة وقعت على الضابط مالك وخدته ووقعت في الأرض. مكة كانت واقعة فوق مالك بالظبط، وكانت باصة في عيونه الرمادي وسرحانة. وفجأة قامت وفقت لروحها وقامت وقالت له: بعتذر لك يا فندم، أنا آسفة. ويزيد نزل ليان من على الشجرة وساعتها انها تقف بعد ما وقعت، وقالت بكل جراءة: هو انت ما تعرفش معنى الرجولة؟ لو كنت واقف تحت الشجرة كنت وقعت عليك انت يا مز يا جميل انت، يا بعيون ملونة انت يا جميل يخرب بيت حلاوتك. طبعا كان الكلام في سرها وما قدرتش تقوله، وقالت له: شكرا يا فندم، انا اسفة. اما هديل كانت وقعت على الارض ورجليها اتلوت تحتيها وما كانتش قادرة تقوم خالص. تامر جري عليها وبدأ ان هو يقوم ويساعدها لغاية ما وقفت، لكن لاحظ ان احمد بيبصله وبيبصله بصات حادة شوية. فتامر خاف وبعد خطوتين عن هدير، وهدير وقفت لوحدها فما قدرتش، راحت وقع في الارض. اه يا جزمة، يا حرة الرجالة، ظهري اتقطم، لا هيتقطم ظهرك يا شيخ، تسيبني اقع كده على الارض، يخرب بيتك. بس وهي بتتكلم لقيت ايد ممدودة لها، كانت ايد احمد، وشالها وساعدها وقعدها على الديسك. جريت مكة والريان وقعدوا جنبها وقعدوا يضحكوا بصوت عالي قوي وقالوا بنفس واحد: دي متعة محدش يعرفها الا المجانين. صدقوك يا بنتي يا هديل، صدقوا ان رجلك اتلوت تحتيكي صح؟ اما انت يا بنت طلعتي سوسة. طبعا يا لطفي نفذت الجريمة بالحرف الواحد. ايه رأيك بقى فيا؟ قالوا نرجع نص ساعة لورا لما البنات كانوا واقفين فوق السطح. كتيبة جم وشافوهم وهم فوق السطح. ساعتها اتفقوا على: طبعا يا بنات احنا هنتعاقب، عايزة كل واحدة تاخد من الضابط الكارنيه اللي هتقع عليه. وانت يا ليان اقعي على الشجرة
وطبعا زيد هينقذك على الحصان الابيض. تاخدي الكارنيه من جيبه برضه. فاهماني يا بنات؟ وانتي ايه يا اختي اللي مخليكي متأكدة كده؟ مفيش اصلا حصان ابيض في الكلية. يا بنتي بقولك تخيلي تخيلي، المهم عايزاكي لما ينقذك ولما يمشي اخبطي فيه وخدي الكارنيه من جيبه الشمال. فاهماني؟ اما انتي بقى يا هدير حاولي تمثلي ان رجلك اتلوت، وطبعا احمد هيجي ينقذك، فبرضه تعملي نفس الحركة وتاخدي الكارنيه من جيبه. اوعوا تنسوا يا بنات، الكارنيه في الجيب الشمال. ثواني بس، وانتي ايه اللي خلاكي متأكدة ان احمد هيجي ينقذني؟ مالكيش فيه، لما يسندك حاولي تاخدي الكارنيه بتاعه. اما انا بقى هنط فوق بالك وهحاول اخد الكارنيه بتاعه برضه. يلا يا بنات، جاهزين؟ افتحوا المظلات. كل واحدة قعدت طلعت الكارنيه بتاعت الضابط اللي هي خدته منه، وقعدوا يضحكوا، وبعدين قاموا وطلبوا من الضباط ان هما يروحوا الحمام، لكن هما راحوا الباب الخلفي من الكلية، وادوا بتاع الامن الكارنيهات بتاعت الضباط، وطلبوا منه ان كل ضابط لما يجي يمشي يديله الكارنيه بتاعه ويقول لهم شكرا يا فندم على الكارنيه. بتاع الامن ما كانش فاهم حاجه، بس اخد منهم الكارنيهات واستنى الضباط لما جم يخرجوا، وادى كل ضابط الكارنيه بتاعه، واللي وقفوا في ذهول ومش فاهمين الكارنيه ده ازاي جه هنا. بتاع الامن ما توصاش، قال نفس الكلام بالحرف اللي البنات قالوه للضباط. اتضايقوا واتعكننوا، ومالك قال ازاي شويه بنات زي دول يضحكوا علينا، ازاي يسرقوا مني الكارنيه كده. كل واحده روحت على بيتها وهي بتتسحب، ودخلوا اوضهم على طول ما عدا هدير اللي باباها قفشها ومسكها من شعرها ونزل فيها ضرب. هي يا عيني كانت بتترعش، وقال لها بكل قاسية كنت فين يا بت؟ كنت فين يا بت كل ده يا بت؟ ادي خلفت البنات واللي عاوز يخلف بنات، عاوزة تجيبيلي العار يا بت؟ اعملي حسابك اول الشهر هتتجوزي ابن عمك. فاهمة يا بت؟ شيلي لبك بقى يا بت عشان زهقت منك اصلا. فاهماني ولا افهمك بطريقتي؟ هدير هزت دماغها فقال لها فرحك على ابن عمك اول الشهر، اعملي حسابك يا حبيبتي، وقام سايبها وخرج بره. هدير كان جسمها كله بيتنفض، وهي اصلا كانت ضعيفة ورفيعة جدا، حطت دماغها على المخدة وهو بقها كله بيخر دم. كانت دموعها في عينيها وبتدعي ربنا بكل اللي في قلبها، وبتقول يا رب، يا رب بقى اهدي لابويا، يا رب انا تعبت بقى، يا رب اهديهولي بقى، يا رب يبعد عني بقى. اما كان احمد كان وصل للبيت، وكانت معاها مامة احمد حطت الاكل، وليان جت، واحمد وليان كانوا قاعدين بيبصوا لبعض بصات كلها غيظ وحقد، واحمد كان متضايق قوي، ومامته لاحظت الكلام ده. في ايه يا ولاد؟ مالكوا في ايه؟ هو كل واحد فيكم بيبص للتاني كأنه عايز يقوم يضربه او كأن في حاجه ما بينكم؟ ايه ده، في ايه؟ ما تردوا عليا. احمد كان لسه هيتكلم ويقول، لكن اليان قطعته وقالت يا ماما اصل انا حرقت له القميص بتاعه، القميص المفضل ده، فهو متضايق مني عشان كده. صح يا ابو حميد؟ احمد بصلها بصه، ليان خافت منها. يا ترى هيحصل ايه بكره في ليان؟ ويا ترى عقاب التلات بنات هيبقى ازاي؟ والظابط مالك هيعمل ايه في مكة؟ قولولي تحت بسرعة.